احنا كنا في ثالثه اعدادي، وفي اخر حصه فرنساوي كان عندنا عاده كده كل اخر سنه نعمل مقلب صغير في استاذ الفرنساوي. طبعا هزار مش اكتر. السنه دي بقى دماغنا سخنه، واحد مننا جاب صاروخ من اللي بيولعوا الدنيا دول وقال ايه رايكم نرميه عند بيت الاستاذ بس نخليها خطه منظمه مش هزار عيال صغير. بدانا نخطط كل واحد له دور، وفي الاخر اللي جابه عمل فيها زعيم العصابه وقال اسمعوا يا رجال اللي يتمسك يشيلها لوحده. كلنا هزينا راس وقلنا احنا رجاله يا عم ما تخافش، وفعلا طلعنا ونفذنا المهمه ورمينا الصاروخ عند بيت الاستاذ. بس اللي ما حسبناهوش بقى ان الاستاذ كان واقف في البلكونه بيشرب الشاي وشاف كل حاجه بعينه. اول ما الصاروخ فرقع لقيناه نازل وجاي ورا العيال وهو بيجري، وده كان اسرع مننا بكتير. انا كنت اول واحد اتزنق واتمسك، وكنت فاكر نفسي هثبت على مبدأ واقول انا لوحدي. بس اول ما مسكني بص لي بنظره كده اللي هو جه الوقت اللي نتحاسب فيه بطل. لقيت نفسي بنهار وقلت له استنى بس يا استاذ انا ما كنتش لوحدي، ده كان معايا كذا وكذا وكذا وكذا، وقعدت اقول اسامي الناس بالترتيب من الاب للجد، لدرجه ان الاستاذ قال لي طب خلاص خليك انت قاعد اعمل لي كشف حضور للفرقه كلها. ومن اليوم ده بقيت معروف في المدرسه باسم البياع من اول قلب.